السرعة هي أعلى عنصر في اللياقة البدنية، ولو بصيت على أغلى لعيبة في العالم هتلاقي العنصر المشترك بينهم دايما هو السرعة. يا سلام عليكم، أنا عبد الرحمن رفاعي، معد بدني وأخصائي حركي، والنهارده هديكم تمرينة كاملة زي التمرين اللي أنا بستخدمها مع اللعيبة المحترفين اللي بيتمرنوا معايا، سواء لعيبة كورة، هاند، فولي، وكمان عدائين. فايا كانت رياضتك ركز قوي في التفاصيل اللي هديها لك في التمارين دي، عشان محدش هيبقى عايز يديلك التفاصيل دي كلها ببلاش. السرعه هي تقريبا اكتر عنصر لياقه بدنيه الناس مش بتعرف تمرنه، وده خلى مدربين كتير عشان مش عارفين يطوروا اللعيبه بتاعتهم في السرعه خلاهم يقولوا ان السرعه دي اصلا جينات، ودي بقت مقوله منتشره وجزء منها صح، لان هو فعلا صعب ان انا اجيب لعيب ابطأ لعيب في الفرقه واقول له انت بالتمرين هتبقى يوسين بولت، ولكن ده مش معناه ان مفيش مساحه للتطور بالتمرين. اللي الناس مش فاهماه ان انت بالتمرين تقدر تتطور تطور كبير جدا في عنصر السرعه. الجينات بتاعتك هي اللي بتحدد لك مقدار التطور ده، انت شهر عن شهر هتفرق قد ايه، واخرك فين، واقصى سرعه جسمك يقدر يوصل لها هتكون فين. دي العامل اللي فعلا الجينات بتاعتك بتتحكم فيهم، ودي حاجات بتفرق من شخص لشخص وما نقدرش نتحكم فيها. ولو فرضنا جدلا ان فعلا السرعه جينات وما نقدرش نحسنها، اشمعنى فرضنا ان السرعه بس هي اللي جينات؟ ليه مش القوه الجينات؟ لو انت اتولدت ضعيف خلاص كده مع السلامه، الف لا باس، انت ضعيف. ولو انت اتولدت قوي هو انت اخرك تشيل ال 100 كيلو ديد ليفت اللي بتشيلهم ومش هتقدر تزود عليهم. لو انت عندك مرونه، دي موهبه ما تقدرش تطورها، بعد 21 سنه خلاص انت مرونتك قفلت. وده كله طبعا كلام غلط، وفي فيديوهات موثقه وابحاث كتير الناس بتطور مرونتها وبتطور قوتها بعد سن كبير، حتى بعد سن ال 40 وال 50، وكل الناس تقدر تتطور بالتمرين. الجينات هي الحاجه اللي بتحدد مقدار التطور بتاعنا ده هيبقى قد ايه، وبادئين منين، وهنقدر نوصل لفين. عشان تطور سرعتك محتاج تفهم ان في 3 مراحل اساسيه في الجري. اول مرحله اللي احنا بنسميها ستارت او بدايه الجري، اللي هم ممكن يكونوا اول 3 خطوات في السبرنت بتاعك من الثبات. اول 3 خطوات دول هم اللي بيحددوا بقيه الجريه بتاعتك عامله ازاي، دولت اللي بيميزوا اغلب اللعيبه، ودي هنستفيد فيها في الشرح شويه. تاني مرحله وهي الترانزيشن. الترانزيشن دي هي المرحله اللي انا بوصل منها كاني على الغير الاول وخلاص خلصت الستارت، من هنا بقى بدي الغير الثاني والثالث، اللي هو ببتدي بدل ما انا مايل لقدام قوي عشان لسه في مرحله الاكسلريشن وعايز ازق الارض وزاويه 45 او 60 ميل لقدام، انا عايز بقى ابتدي اقف اغير حركه رجلي، عايز ابتدي اوصل لمرحله الثالثه في الجري اللي هي التوب سبيد راننج او الابرايت راننج. كل مرحله من المراحل دي ليها شكل معين المفروض نكون حواليه او قريبين منه، وكل مرحله من دول ليها مميزات بدنيه وتكنيكس بتاعتها عشان تخليك تتطور فيهم، وكل رياضه بتحتاج ان انت تكون جامد في واحده او 2 من المراحل دي. لو احنا هنتكلم عن الرياضات الجماعيه او كمان الرياضات القتاليه او اي حاجه انت بتتحرك فيها في حيز صغير جدا، ايه اللي هيميزك هنا هو انك تكون اسرع واحد في اول 3 خطوات، ان انا اعرف اقفل مساحه في خطوه واحده بس، ان انا اعرف اسبق المدافع اللي جنبي في اول 2 3 فاعرف اقطع منه الكوره، اعرف اطلع بالباسكت انفراد، اعرف اعمل اي حاجه. اول 3 خطوات هم اللي بيحددوا جمدانك في بقيه الجري، ودي اللي مميز فيها في الغالب بيكون مميز في بقيه المراحل، او على الاقل يعرف ينقل الكوره لحد تاني او يعرف يتحرك بما ان هو خلاص سبق اللعيب اللي جنبيه ولو لجزء من الثانيه. مرحله الترانزيشن دي هي مرحله طبيعيه، والمرحله بتاعت الستارت والترانزيشن دول الاثنين ممكن نصنفهم بحاجه اسمها اكسلريشن فيز او مرحله التسارع، اللي هو انا لسه بكتسب فيها سرعه بادئ من الصفر، كاني لسه بدي على الغير الاول والثاني في العربيه، لسه بحاول اطلع فورس وعنف في الارض عشان ابتدي ازود سرعتي واتحرك من الثبات. المرحلتين دول مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، وبينتهوا لما نقول ان اللعيب ده يا اما قطع اول 20 متر في السبرنت او ان هو وصل ل 80% من السرعه القصوى بتاعته، وهنا بتبدا المرحله الثالثه بتاعه التوب سبيد. مرحله التوب سبيد مرحله مهمه جدا، والجري المسافات الطويله 100 200 400 بيعتمد على جمدانك اكتر، في خاصة طبعا 200 وال 400 بيعتمد اكتر على جمدانك في التوب سبيد. رياضة مثلا زي الكورة، في ناس كتير بتكون فاكرة ان عشان الملعب واسع فمهم ان يكون عندك سرعة قصوى عالية، وده مهم جدا، ولكن ده الكلام ده للوينجات، للناس اللي بتعمل انفرادات، ودي مش حاجة بتحصل كتير قوي. اللي بيحصل اكتر منها ان انا بحاول اغير اتجاهي واتحرك في خطوات صغيرة واحاول ارقص وافنت المدافع، في تغيرات كتير
وتحركات كتير بتحصل غير بس التوب سبيد. التمرينه اللي هديها لكم النهارده هتكون بتركز اكتر على مرحله التسارع او الاكسلريشن اللي هي المراحل الاولى من الجري، ولكن هدي لك طرق عشان تعدل التمرينه دي عشان تطورك في التوب سبيد. واي حد محتاج يتمرن على الاثنين، حتى لو انت رياضتك ما فيهاش جري اطلاقا، رياضتك فيها جري بس في مساحات صغيره، بتلعب مثلا هاند بول او في ملاعب ب 20 متر، ملاعب صغيره، ايا كان رياضتك انت محتاج تتمرن على الاثنين، لان الاثنين مش بس يحسنوك في السرعه، هم بيحسنوا اوتارك، بيعلموا اوتارك انها تاخد فورس وتطلعها باسرع وقت، بيمرنوا الخلفيه كويس جدا، بيخلوا جهازك العصبي بيفاير واسرع بشكل عام. فالسبرنتنج مش بس فوائده للناس اللي رياضتها معتمده على السبيد، السبرنتنج ده انا شايف ان هو عنصر لياقه بدنيه زي اي عنصر. كل الناس محتاجه تتمرن مرونه، كل الناس محتاجه تعمل سكوات بوزن، حتى لو انت في رياضتك مش تعمل سكوات بوزن، احنا بنمرن برضه سكوات بوزن عشان انت عايز الفوائد اللي هتجيلك من تمرين سكوات. فكذلك في السبرنتنج انا عايزك تمرن سبرنتنج عشان تاخد الفوائد بتاعت الجهاز العصبي والاوتار والحمل اللي على العضلات اللي هيحصل لك حتى لو انت مش بتسبرنت في رياضتك بالطريقه دي. يلا بينا نبدا التمرين. دلوقتي بقى هنبدا التمرينه بتاعتنا، وهي يوم كامل هدفه تنميه السرعه وعناصر اللياقه البدنيه الثانيه اللي انت محتاجها علشان تكون اسرع في الملعب. هنقسم التمرينه بتاعتنا لحوالي 4 اجزاء اساسيه. اول جزء اللي انا بحب اسميه البريباريشن، او ممكن الناس تسميه وورم اب، اللي هو هيبقى فيه شويه مرونات، شويه حاجات تسخين، شويه ايزومتريكس هنتكلم عنها كمان شويه، حاجات تخليك فايق وانت داخل التمرينه وتقلل معدل اصاباتك. تاني جزء وهو الجزء بتاع بلايومتريك او الحركات بشكل عام اللي هنعمل فيها تمارين جامبنج وهكذا بتخدم على السرعه بتاعتنا. يليها تمارين السبيد نفسها بقى، السبرنتنج بانواعه وحاجات التكنيك اللي نستخدمها. بعديها عندنا جزء الباور والسترينث، التقويات والقوه الانفجاريه اللي هتساعدنا تخدم على السرعه على المدى الطويل. واحده من اكتر الادوات اللي بحب استخدمها في التسخين وهي الجامبنج روب. الحبل ده اداه خطيره جدا، الناس بتاعت البوكسنج فهمتها من زمان، الناس بتاعت الاتحاد السوفيتي كانت بتستخدمها في رياضات كتير من زمن طويل، لان هي اداه غير ان انا بس بعلي الهارت ريت بتاعي زي الجري او اي حاجه، في اليمنتس هنا او في شويه عناصر مهمه جدا. اولهم ايه؟ ان انا بنط بخفه على الارض، مش بس بقعد اعمل جري كده وبدبدب برجلي على الارض، لا انا بنط خفيف على الارض، بتعلم ان انا ابقى ريلاكست وهادي، بتعلم التايمنج بتاع حركه ايدي ورجليا، ودي كلها عناصر مهمه جدا في الجري، لان من الحاجات اللي بتخليك جامد جدا في السبرنتنج هي ان انت عندك التايمنج المظبوط بتاع حركه ايدك ورجلك او التوافق العصبي العضلي بشكل عام. في العادي احط 5 ل 10 دقائق جامبنج روب، بحط التايمر وابتدي اشتغل بشكل عشوائي. ما بتعرفش تنط الحبل مش مشكله، اتعلمه، حط التايمر 10 دقائق وابتدي عك، ولكن بشكل عام انا عايزك تلعب ال10 دقائق دول. يعني انا بشكل عام مش شرط ابقى بنط نطات كبيره، حاجات هاديه، ممكن اسرع شويه، ممكن ابتدي اعمل حاجات وعادي اقع واكمل تاني، ابتدي اعمل حاجات اسرع شويه، رجل قدام رجل ورا، ايا كان الحركات اللي انت هتعملها، المهم ان انت تلعب وخلاص. ال10 او ال5 دقائق اللي انت حاططهم تشتغل على الكوردينيشن، تنط بالراحه، تمارين لو امباكت بلايومتريكس او تمارين بلايومتريكس خفيفه عشان عمال اتنطط في مكاني، فهو تمرين خطير. اول تمرين بحب استخدمه وهو ستريتش لعضلات الهيب فليكسرز او عضلات المنشأ بتاعه الحوض، لان دي بجد من اكتر العضلات اللي بتتصاب عند كل العدائين. الاسترتش ده اسمه هاف نيلينج اللي هو وضعيه اللانج هيب فليكسرز ستريتش. وانا هنا اهو هحط ايدي على وسطي، بحاول الاول اودي وسطي لقدام من غير ما اي حاجه فوق تتحرك، انا عايز كأن ده جرد الميه، بحاول ادلق الميه لقدام، وبعدين عايز اعمل عكس تماما، عايز اقلب ورا، وهو ده وضعيه الاسترتش. اول ما توصل ان انت تقلب الحوض بتاعك لورا كده هتحس باسترتش هنا جامد جدا جدا جدا، هو ده الاسترتش انا عايزك تمسكه. لو انت لسه بيجنر اثبت هنا الاول 30 ثانيه، يعني انت تقعد تكارك شويه، تقعد تحاول على ما توصل لوضعيه ان انت تتحكم بالحوض بتاعك، لان دي في ناس كتير مش عارفه تعملها من اول مره. اثبت هنا 30 ثانيه مجموعتين. لو انت محترف اكتر شويه ابتدي اعملها دايناميك، لو انا هروح اقفل اكتر حاجه اقدر عليها وارجع تاني واقفل واثبت في كل مره ثانيتين او 3. ممكن تعمل التمرينه دي مجموعتين، سواء ثبات 30 ثانيه او حركه 8 عدات، وممكن تعمل ميكس من الاثنين. تاني تمرين مرونه برضو في جزء الورم اب او بريباريشن بتاعنا، اسمه تمرين الهيب ايربلين. انا عايز ابقى واقف قصاد اي حيطه، هقف على رجل واحده، هتنيها شويه، هدي مساحه ما بيني وبين الحيطه ان انا لو هعمل ديد ليفت او هميل لقدام يبقى في مساحه، وايدي هنا اهو. هفرد رجلي الثانيه ورا خالص، ورجلي اللي على الارض متنيه مش مفروده على الاخر، ومن هنا بحاول افتح وسطي كله لبره، هتحس باسترتش في عضلات الضمه كويس جدا. وبعدين
هخش لجوه وابص بجسمي كله لجوه، تحس باسترتش في عضلات الجلوتس جامد جدا جدا. هكرر الاسترتش ده مره بره ومره جوه 8 عدات مجموعتين، وكده انت هتكون سخنت حركات الروتيشن اللي انت محتاجها في الهيب. اغلب الناس يكون بالنسبه لها تمرينين المرونه اللي احنا عملناهم من شويه دول كافيين جدا، ولكن لناس تانية ده ممكن تكون غير كافي لو هم عندهم ليميتيشن في المرونه اكتر. فمفيش مانع انك تزود تمرينه او 2 مرونه للاجزاء اللي انت حاسس ان هي فيها نقص في الموبيليتي. وده ياخدنا بقى للجزء الاخير من التسخين، وهو تمارين الايزومتريكس او تمارين الثبات. اول تمرين هنعمله اسمه فوم رولر هامسترنج بريدج. التمرين ده الهدف منه ان انا اشغل السمانه والخلفيه بتاعتي في وضعيه شبه شويه طريقه مقابله رجلي الارض. هو تمرين خفيف جدا ولكن هيكون صعب على ناس كتير، فنصيحتي ابدا برجليك الاثنين وبعدين اتدرج لرجل واحده. هوريكم رجلي الاثنين بتعمل ازاي. انا حاطط التلت الاولاني من رجلي بس على الفوم رولر، انا مش حاطط كعب رجلي، والفوم رولر حوالي 90 درجه ممكن قدام شويه، ومن هنا بطلع بوسطي لفوق واحاول اثبت في مكاني. لو ده سهل عليك يبقى هعمله برجل واحده ورجلي التانية مضمومه عليا. اتاكد ان انت كعب رجلك مش واطي. لو انا كعب رجلي واطي ممكن اثبت هنا 3 ايام عادي، لكن لو رفعت وسطي ورفعت مشط رجلي ده بقت تمرينه مختلفه تماما. عايزك تثبت في الوضعيه دي 30 ل 45 ثانيه، 3 مجاميع هيكونوا كافيين لاغلب الناس. دلوقتي هنخش على تمرين ايزومتريكس للعضلات الاماميه وعضلات الحوض. هقعد في وضعيه الطعن اللي هو اسمه التمرين ده هاف نيلينج ايزومتريك. في ناس بحب ان هي تعمله لورا شويه عشان برضه نحط طول على عضلات اللي فليكسرز، يعني من الناحيه دي عشان تشوفوا ان رجلي تبقى ورايا شويه، ولكن مفيش مانع ان هي تبقى هنا لو التمرين لسه صعب عليك شويه. عايزك تطلع عن الارض حته صغيره بس كده واثبت. حاول تثبت هنا 30 ل 45 ثانيه، مجموعتين ل3 لاغلب الناس برضه هيكون وقت كافي. لو التمرين سهل ابتدي امسك في ايدك اوزان، وعايزك تتدرج في التمارين دي، مش بس اعملها ثبات كده. هو تمرين زي بالظبط الناس اللي هي بتجري في مكانها او بتجري 5 دقائق 10 دقائق قبل التمرين، اللي هي الحاجات اللي مالهاش معنى دي. لا، انا عايز التمرين كله تطبق عليه مبدا التدرج بالاحمال وبروجريسيف اوفرلود. عايزك تتطور يا اما وقت يا اما الافضل انك تتطور في الشده او الوزن اللي بتشيله. التمرين اللي جاي ده واحد برضو من تمارين الايزومتريكس، بس ده نوع مختلف تماما من تمارين الايزومتريكس. دي حاجه اسمها overcoming isometrics. تانية كانت yielding isometrics، تمارين هاديه. ده تمارين ايزومتريكس باقصى شده انت تقدر عليها. هعمل 5 ثواني اقصى انقباض عضلي ممكن وانا واقف في مكاني، هعمل منه 5 عدات. هجيب بار هثبته بمستوى الحوض بتاعي كاني هعمل هيب ثراست. هنزل هنا اهو، هاخد البار انا بزنقه تحت. انا عايز ازق حاجه ثابته ما اقدرش احركها، فاحط رجليا الاثنين جنب بعض على الكعب ودي ارفعها وازق. اجمد حاجه اقدر عليها لمده 5 ثواني، اريح 30 ثانيه او حاجه واكرر ده تاني. الهدف من التمرين ده ان هو غير ان هو طبعا هيشغل عضلات الخلفيه بطريقه رهيبه جدا، شبه الطريقه برضو اللي الستريس هيتحط عليها في الجري، هو كمان بيشغل جهازك العصبي باقصى قدره ممكنه، وده بالتالي بيخليك تبقى اسرع واقوى في البوزيشنز دي اللي طبعا هيخليك اسرع واقوى في الجري. اول تمرين هنعمله بقى في جزء البلايومتريكس هو تمرين الباور سكيب. ده من اكتر التمارين المفضله بالنسبه لي في تمارين الاي بي سي او اللي هي الدريلز زي الاي سكيب والحاجات دي. تمرين الباور سكيب اللي هنعمله دلوقتي عايزك تعمله بخطوات عاليه وخطوات واسعه شويه. افتح خطوتك ونط لفوق اعلى حاجه. مش عايز يبقى تمرين اللي هو بعمله بالراحه وخلاص، الا لو انت مبتدئ. اعمل التكنيك صح الاول، بس مش شرط تزق 100%. اعمل التمرينه دي 20 متر. لو عندك المساحات قصيره وهتكررها كتير ممكن تعمل 10 12 عده، مجموعتين اون افريج ممكن تعملهم 3 لو انت بالنسبه لك التمرينه دي هتبقى صغيره في الاخر. التمرينه اللي بعدها هي دبل هوريزونتال جامب. هعمل نقطتين لقدام ابعد حاجه اقدر عليهم. عايز اعملها 5 عدات مجموعتين. هحاول اقف ادي لنفسي مساحه لان انا هنط نقطتين ورا بعض، ايدي قدام وشي، واحاول انط نقطتين ابعد حاجه اقدر عليها. دلوقتي بقى هنخش على الجزء بتاع السبيد بجد. دي التمارين بقى اللي هي هتحسن تكنيك الجري، وهنعمل تمارين
الجري نفسها دلوقتي. اول تمرين هنعمله في الجزء بتاع السبيد تمرين اسمه وول لود اند ليفت، تمرين على الحيطه. الهدف منه ان انا احفظ جسمي التكنيك بتاع الهيب بتاع الزقه بتاعتي، بمرن عضلاتي في الاوضاع اللي انا فعلا هزق بيها الارض في اول كام خطوه في مرحله الاكسلريشن اللي التمرين دي كلها بتحاول تظبطها. فاول حاجه هعملها هقف عند الحيطه. الافضل عامه انك تعملها على بار، لو في بار قدامك عشان في مساحه لراسك تتحرك لقدام. هميل لقدام، عايز ابقى مايل بحوالي زاويه 60 او 45 درجه. كعب رجلي دايما هيبقى مرفوع عن الارض شويه، مش واقف على طراطيف صوابعي بس في نفس الوقت مش لامس الارض. اول حاجه هعملها ان انا هاخد خطوه لتحت كاني بالظبط في السبرنت، وهحط رجلي دي واطلع. فانا هنا اهو رجلي دي ما بتلمسش الارض، هي دوبك هنا كانها لسه سايبه الارض دلوقتي. ومن هنا هعمل ايه؟ برضو واضح ان كعب رجلي مش لامس الارض، زاويه القصه بتاعتي اجريسيف بصه لقدام، وده اللي انت محتاجه في الاكسلريشن. ومن هنا عايز اطلع بالحوض بتاعي لقدام. دي غلط او دي غلط. انا عايز الطلعه تبقى كلها جايه من الجلوت بتاعتي، عايز وسطي يروح لقدام. اعملها الاول بالراحه، ولما تتطور فيها ابتدي اعملها اسرع حاجه تقدر عليها. تقدر تصعد نفس التمرين ده بانك تحط استك وراك مربوط في حاجه، فبيدي لك مقاومه للجلوتس في حركه الهيب اكستنشن او فرد الحوض اللي هي الحركه الاساسيه اصلا في السبرنت. دلوقتي بقى نبتدي نخش على حاجات فيها تكنيكاليتي اكتر وشبه الجري اكتر. احنا واحده واحده عمالين نقرب للسبرنتنج لحد ما نخش بقى ان احنا نسبرنت باقصى سرعه عندنا. نستعين بكابتن زياد سامح، هيمسكنا في تمرين الهوريزونتال باوند. بلبس الاستيك هنا، ولو ما عندكش كابتن زياد سامح ممكن تستعين بان انت تربط استيكين في بعض في اي حاجه وتثبته. طبعا مش هيبقى زيه قوي بس ده اقرب حاجه ليه. هقول لكابتن زياد ان هو يشدني جامد شويه اقدر اتحرك، بس عايز يبقى فيه احساس بالمقاومه. ومن هنا اهو انا عايز اتنطط لقدام ابعد حاجه، بحاول اقضي في كل نطه وقت في الهواء كاني عايز اتصور. اعمل التمرين ده مجموعتين حوالي 20 متر. عايزك في كل عده تحاول تزق الارض اغشم حاجه عندك. مش الهدف انك تتحرك بسرعه، الهدف انك تتحرك بقوه عاليه. كل زقه تدي لك وقت في الهواء مش هتعرف تعمر وتزق الارض بعدها جامد جدا. تاني، مش الهدف انك تبقى تعمل هاي نيز تك 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 تك، لا انا عايز تبقى تك تك تك. في فرق مسافات ما بين كل واحده والثانيه، والشخص اللي وراك يكون شدك بطريقه كويسه. دلوقتي هنعمل تمرين الباوند تو سبرنت. هعمل اول خطوتين او 4 خطوات باوندنج، وبعديها هعمل سبرنت اسرع حاجه اقدر عليها. دلوقتي احنا مستعدين بقى للسبرنتنج او الجري باقصى سرعه ممكنه. في الاكسلريشن انا عايزك تحط مسافات 10 20 متر، ده كويس لاغلب الناس. هنجري حوالي 3 ل 6 سبرنتات، اغلب الناس محتاجه 3 4 5 6، ده ممكن تزودها مع الوقت، بس خلينا نتكلم في 3 ل 4 سبرنتات. في السبرنتنج في كذا وضعيه بدايه، في منهم حاجه اسمها دايناميك ستارت، اللي انا واقف وحد يقول لي جو اطلع، او ان انا اعمل حاجه اسمها 2 بوينت ستارت، اللي هو انا واقف على رجلي الاثنين ومحمل وزني لقدام على السمنتين شويه. مش هعمل كده بس يعني اللي هو ايه، قادر اقف بس انا محمل وزني لقدام. لو انت لسه بيجنر او انت مش حد بيسبرنت بقالك كتير جاي من اصابه او ايا كان، نصيحتي انك ما تطلعش السبرنت باقصى سرعه ممكنه. حاول تطلع الاول تكنيكال سبرنت اللي هو 70% 80%، وابتدي بيلد اب مع الوقت. لو انت عايز التمرينه دي تبقى مناسبه للتوب سبيد او الجري بسرعه قصوى، وعايز تطور السرعه القصوى بتاعتك، مش بس وصولك للسرعه دي في اقل وقت، انك تستخدم الماشين دي اللي هي الكيرفد تريدميل، او انك تجري في الشارع. هنحدد هنا مسافات اطول شويه بما ان هنا مفيش مسافه، فانا هدي لنفسي وقت، هدي لنفسي 8 ثواني او 10 ثواني اوصل فيهم لاسرع حاجه. او الطريقه اللي انا بحب استخدمها هي ان انا قدامي السبيد، اول ما اوصل للسرعه القصوى بتاعتي هقف. انا هفضل اسرع نفسي، اول ما اوصل للسرعه القصوى 32 كم في الساعه 33 ايا كان الرقم، هقف على طول، مش هفضل ازق عليه عشان ما بقاش بنمي تحمل السرعه. ودي مشكله اللي اغلب الناس تعملها، الناس مش بتدي راحات كافيه في التمارين دي. كل التمارين اللي فاتت محتاجه راحات كافيه جدا. لو انت هتاخد دقيقتين 3 5 مفيش مشكله خالص، المهم انك تخش كل تمرينه فايق، مش تخش نفسك تعبان، عشان تعرف فعلا تتطور في الحاجه اللي انت بتشتغل عليها.
خلصنا جزء السرعه، دلوقتي بقى هنبدا في الجزء بتاع السترينث اند باور، او الجزء بتاع القوه الانفجاريه دلوقتي بتمرين الكاتل بيل سوينج. واحده من اكتر التمارين اللي انا بحبها، وعملت عنه كذا فيديو قبل كده. تمرين رائع في تنميه القوه الانفجاريه، مش زي بقيه التمارين لان في حاجه مهمه بتلمس في الجري، وهو في كونسبت الكونتراكت ريلاكس. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي اعمل الكاتل بيل سوينج اللي هو انا بمرجح الكاتل بيل كده، انا مش بس عمال اعمل مش شغال باور 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 باور، لا، في قدر من ان انا بزق واريح واستناها، في التايمنج وفي ريزم، الحاجات اللي ليها علاقه بالتوافق العصبي العضلي. واول ما تنزل هنا هي بتشدني لتحت، فانا بنزل لها بسرعه جدا واطلع بسرعه جدا. فعملت ايسنتريك لود سريع، تمرين بجد فوائده كتيره جدا، مش بس تمرين قوه انفجاريه زي الجامب على البوكس او حاجه، تمرين فيه مزايا كتير زي ما قلنا، ان هو فيه ايسنتريك لود بيحمل على الجزء اللي فيه اطاله للعضله، ايسنتريك لود سريع، وفي كمان العامل بتاع التايمنج وريلاكسيشن، ان انا بريح نفسي وبستنى الوقت المناسب اللي انتج فيه الطاقه، وده اللي بعض الناس بتسميه الافورتلس باور او القوه او القدره من غير مجهود. التمرين ده هو شبه جدا الار دي ال او تمرين رومانيان ديد ليفت، ولكن لو صعب عليك خليك تعمل ار دي ال الاول، اتاكد ان التكنيك الاول بتاعك فيها مناسب، بعد كده تبتدي سرعها شويه، ولو ده خلاص برضو بقى تمام تيجي خش على الكاتل بيل سوينج. انا عايز وانا مرجح الكاتل بيل تبقى هنا، مش عايز الكاتل بيل تروح مني تحت كده خالص، انا عايز الكاتل بيل دايما لما تروح يبقى اخرها هنا عند ايه؟ الفخذ بتاعي. ولما بنزل انا مش عايز انزل كده، مش عايز انزل سكوات، انا عايزها تبقى هنج اكتر شويه. انا هنا ممكن اسيب الكاتل بيل اصلا، بسيبها اهو وارجع تاني بسرعه، تك تك اسرع حاجه، ولما بطلع بريح وانزل تاني اسرع حاجه. التمرين ده بيحب الاوزان الثقيله، ما تتكسفش انك تشيل وزن تقيل، تلاتينات اربعينات ايا كان. الاوزان الصغيره دي بس عشان تعلمك الاول الحركه، وبرده الاوزان الثقيله هتعلمك الحركه لانها تجبرك انك ما تستخدمش ايديك، اللي هو الخطا الشائع اصلا في الحركه. اخر تنبيه في التمرين ده، اتاكد انك مش بتستخدم ظهرك. في ناس وهي بتعمل الكاتل بالسوينج بتبقى عامله ظهرها كده بزياده، يعمل هايبر اكستنشن في ظهره، ده مش الهدف. الهدف انك تشغل عضلات الجلوتس والخلفيه. المفروض بعد ما تخلص اكتر حاجه تكون شاده هي عضلات الجلوتس والخلفيه مش ظهرك. في الجزء بتاع السترينث بقى او التقويات، ده واحده من الاجهزه اللي انا بحبها صراحه. اي تمرين بيساعد في تقويه الرجل على رجل واحده ده تمرين بالنسبه لي كويس جدا، طول ما انت قادر تزود فيه اوزان. فالهاك سكوات واحده من الماشينز السهله انك تزود فيها اوزان. هحط رجليا هنا، عايزه برجل واحده، عايز انزل كنترولد شويه واحاول اطلع اسرع حاجه اقدر عليها، مش عايز تنط او حاجه، بس اللي هو ايه، بحاول العده الايجابيه تبقى سريعه نسبيا. في النزول اخرنا 90 درجه، ما تنزلش اكتر من كده. النص الاولاني من الحركه هو الجزء الاهم في السرعه. دلوقتي هنخش على واحد من التمارين الاساسيه جدا ومن العضلات المهم جدا انك تقويها. التمرين اللي فات عملنا فيه تقويه العضلات الاماميه اكتر حاجه، التمرين ده هنعمل فيه حركه هيب هنج او اللي هو ميل بالحوض، هنقوي فيه عضلات الجلوتس والخلفيه. التمرين اللي هنعمله النهارده هو تمرين ستاجرد ستانس ديد ليفت. ستاجرد ستانس يعني انا بوقف رجلي قدام ورجلي ورا، 90% من وزني على رجلي اللي قدام، رجلي ورا دي يا دوبك بس ايه بتمنعني ان انا اقع. هاخد وزنين ايا كان ايه هما، عايز الحركه تبقى كلها نابعه من الجلوت اليمين بتاعتي. بنزل، في خطا شائع الناس بتقوم نازله كده، او القصبه بتاعتها ما تبقاش لقدام، القصبه بتبقى عامله كده. انا عايز القصبه بتاعتي تبقى دايما هنا وثابته، مش عايز اتحرك خالص. انزل المفروض واطلع، وانا تحت لو انت بصيت هتلاقي ان دقني فوق رجلي بالظبط، ده اللي انا عايزه. مش عايز ابقى هنا، مش عايز ابقى هنا، انا عايز ابقى وزني كله متحمل على رجلي دي. لو انا شلت رجلي اللي ورا مش هتلاقي ان انا وزني اتغير قوي. دلوقتي هنخش بقى على عضله السمانه، واحده من اهم العضلات طبعا الاساسيه في الجري. عايزين نخش التمرين ده بعدات قليله، بنتكلم في 8 عدات اون افريج، وزن تقيل جدا. مش مهم الفول ستريتش قوي، المهم هو النص اللي فوق من العده. لو انت تعملها فول رينج ما عنديش مشكله، بس لو هختار ان انا اعمل النص اللي فوق برجل واحده برضو زي ما بنعمل كل حاجه. بحاول اطلع سريع زي ما بحاول في اغلب التمارين، ومش عايزه تبقى مراجيح، عايز الموضوع يبقى برضو فيه قدر من الايه، من الكنترول في النزول. وبكده نكون خلصنا تمرينة النهارده. تعالى بقى اقول لك ازاي
حط التمرينه دي في الاسبوع بتاعك بمختلف المستويات بتاعت الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده. لو انت مبتدئ، يعني انت راجع من اصابه بقالك كتير قوي ما عملتش الكلام ده، اول مره تعمل الكلام ده، انصحك انك ما تعملش اي حاجه من التمارين دي بشده قصوى. اعمل كل التمارين دي بشده متوسطه شويه، واتدرج في الشده واحده واحده، واعمل اقل فوليوم او اقل حجم تدريبي. ممكن تعمل حتى مجموعه او مجموعتين من التمارين دي كلها. تاني حاجه، لو انت شخص متوسط في المستوى، انت يعني بتعمل التمارين بالشكل ده بقالك شويه، بتتمرن احمال او اعداد بدني بشكل عام بقالك شويه، بتسبرنت وبتلعب رياضه بشكل كويس، اعمل التمرين زي ما قلناها. التمارين دي على مقاس الناس المتوسطه، مجموعتين لثلاثه في كل التمارين. لو انت شخص محترف، التمرينه دي ممكن تكون محتاجه شويه اضافات، بس انت عشان انت محترف محتاج تكون عارف ايه اللي واقع عندك. انت واقع عندك شغل الباور او السرعه، فانت هتزود شويه في حته البلامتريك والسبيد، او انت محتاج شويه قوه فانت هتنمي القوه العاديه. محتاج ايه من القوه؟ محتاج ايسنتريك فورس، محتاج كونسنتريك فورس، محتاج تبقى عارف ايه اللي انت ناقص فيه. وبشكل عام اللي بيتفرج على الفيديو ده بنسبه 99% 95% مش الشخص المحترف، لان الشخص المحترف ده بيتمرن بنظافه بالستايل اللي انا بتكلم عليه ده بقاله على الاقل سنتين او 3 او حاجه في الرينج ده. التمرينه دي معموله عشان تتعمل مرتين في الاسبوع، ولكن انت تقدر تعملها 3 مرات في الاسبوع. ممكن لو انت شخص مش بروفيشنال او انت شخص من مبتدئ لمتوسط عايز تصغر حجم التمرينه شويه عشان بتتعبك، ممكن تقسمها على 3 ايام بدل ما هي معموله على يومين. لو انت ماشي عليها بقالك شويه وعايز تصعبها شويه، ممكن تاخد في اليوم الثالث الحاجات اللي انت محتاج تركز عليها. عايز تضيف شويه تقويات، عايز تضيف شويه بلامتريكس، ايا كان اللي انت محتاجه حطه في اليوم الثالث. وتاكد ان هم ما بيتعملوش ايام ورا بعضها، يعني سبت هريح حد هعمل 2 التمرينه الثانيه. لو اتمرنا مرتين في الاسبوع احاول اخلي طبعا يومين او 3 راحه ورا بعض. عارف ان في ناس بالنسبه لها فكره ان احنا حاطين كذا عنصر لياقه بدنيه في اليوم دي حاجه غريبه، ولكن ده تخطيط الاحمال الحديث. ده اسلوب بنستخدمه اسمه horizontal periodization او concurrent periodization. الناس زمان كانت ماشيه بحاجه اسمها linear periodization model، اللي هو انا اشتغل قوه بس، بعد كده سرعه بس، بعد كده باور بس. وده اسلوب مع الوقت اثبت ان هو مش مناسب ل 99% من الرياضيين. بس كده نكون خلصنا الفيديو. لو انت عندك اي اسئله، في حاجه انا نسيت اقولها، عندك اي استفسار، اكتبه لي تحت. ولو انت رياضي بجد عايز تطور سرعتك وعايز مساعده اكتر من كده، اكتب لي في الكومنتات كلمه تدريب عشان تشترك معانا في خدمه التدريب الاونلاين او تيجي تتمرن معايا هنا في الجيم، وان شاء الله نساعدك توصل للي انت عايزه. ومع السلامه.